السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدأ مع بعض في وصفات العيد، ونعمل اول حاجة العزبان اللي مفيش حد ما بيحبوش ابدا. وان شاء الله مكملين مع بعض في سلسلة وصفات عيد الاضحى. كل سنة وانتم طيبين وبخير. يلا نبدأ بسم الله. بس لو اول مرة تشوفيني، انا مروة. اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة نعيم، عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا ونشوف الجمال ده بيقول ايه، ونسمي بسم الله. اول حاجه عندي في حله او صينيه، عندي شويه زيت على سمنه او زيت بس، تمام. وعندي بصلايه كبيره مقطعاها كده مكعبات، وانزل بيها اديها تشويحه لحد لما تبقى لونها ذهبي. وفي المرحله دي عندي كيلو طماطم، عشان انا هعمل نص كيلو عزبان. فالنص كيلو عزبان بياخد معايا كيلو رز، وبياخد معايا كيلو طماطم. عندي كيلو طماطم ضربها في الخلاط وعصراها ومصفياها. ده كده كيلو الرز بيحتاج كيلو من الطماطم عشان تطلع حمرا معانا وجميلة. فأول ما البصلة تخش معايا كده وتحمر، تبقى لونها ذهبي كده، هنزل عندي بالطماطم وهسيبها تتسبك براحتها خالص على النار لحد لما اكمل باقي المكونات. كده البصلة احمرت معايا ونزلت بالطماطم. العزبان اللي بياخد كيلو رز ده بيبقى الحجم بتاعه متوسط، لما الحجم بتاعه بيبقى كبير خالص ممكن ياخد ده حوالي كيلو وربع، اللي هو النص كيلو عزبان. لما يبقى كتير، اللي هو الواسع قوي دوت، ده بياخد حوالي كيلو وربع رز. لما الوسط زي اللي هوريهولكوا دوت بياخد معايا كيلو رز مظبوط، تمام. هجيب هنا العزبان، عندي انا بجيب العزبان دي متنضفه، ولو هتنضفيها هبقى اعمل لك فيديو مره تانية ابقى اعرفك فيها ازاي تنضفي العزبان. بس انا جايباها المره دي متنضفه. بجيبها من عند جزار متنضفه كويس، وبقطعها. بغسلها، بعدي فيها الحنفيه كده، بعدي فيها الميه وبغسلها غسله حلوه كده. ودلوقتي بنقعها في حوالي معلقتين دقيق، مش بنقعها يعني بفركها بيه كده، ان انا اضمن ان اي حاجه تكون موجوده فيها انها تنزل. بحاول ان انا افركها كده بالدقيق مع الميه، حوالي معلقتين دقيق بس. وبصوا بيضه معايا وزي الفل اهيت. وبعد كده هغسلها كويس من الدقيق واصفيها، وهعصر عليها نص ليمونه، وهسيبها في النص ليمونه دي شويه برضو على جنب لحد لما اكمل باقي الخلطه. والتسبيكه طبعا عندنا على النار متابعينها. بصوا ابيض وزي الفل ازاي. انا بجيبه من الجزار نضيف كده، وبكمل برضو عليه لما بجيبه بكمل بقى عليه بقيت نظافته، ان انا اضمن ان هو ما يكونش فيه اي ريحه زفره او اي حاجه. عندي هنا بقى الخضره بتاعه العصبان، عندي كزبره وعندي بقدونس وعندي شبت، تمام. كزبره وبقدونس وشبت زي كده خضره المحشي بالظبط. هي عامه الخلطه زيها زي خلطه المحشي بالظبط، تمام. هنضف طبعا الخضره معانا هنا، وهاخد معايا الشبت، مش هاخد الربطه دي كلها لان الشبت بخليها اقل حاجه فيها. والكزبره دي الربطه كانت معايا كبيره، اخدت حوالي 3 ارباعها كده. اما البقدونس كانت الربطه معقوله يعني اخدتها. طبعا هنا الخضره كانت عندي لسه منضفتهاش، هنضفها كويس واطلع فيها اي حاجه تكون مش كويسه، وهنقعها وهغسلها واصفيها. هنا الطماطم معايا كانت اتسبكت، طفيت عليها خلاص. ومعايا هنا كيلو من الرز، ده كيلو كامل كده، كيس ده كيلو. وزي ما قلت لكم حجم العصبان اللي معايا ده، النص كيلو عصبان بياخد كيلو من الرز. اما لو العصبان واسعه شويه او كبيره شويه بتاخد معايا كيلو وربع رز. عندي هنا بقى البهارات، عندي ملح، فلفل اسمر، كمون، 7 بهارات. ملح وفلفل اسمر وكمون و7 بهارات. 7 بهارات بقى بتخلي طعمه تحفه الصراحه، بتنقل طعمه في حته تانية. هبهر الصلصه معايا كده وهقلب. طبعا لسه احط فلفل اسمر كتير، انا بحب احط على خلطه المحشي وعلى خلطه العزبان فلفل اسمر كتير قوي. انا بحب تعمل فلفل اسمر دايما في الخلطات دي، وفي المكرونه برضو بحب الفلفل الاسمر يكون كتير، تمام. هنزل عندي بكيلو الرز بعد ما غسلته وصفيته، وهقلبه في الصلصه بعد ما بهرتها بالبهارات بتاعتنا اللي هي قلنا ملح وفلفل اسمر وكمون. كمون مش كتير يعني، لو هنحط معلقه فلفل اسمر فهي حوالي نص معلقه كمون بس. وعندي الخضره هنا بعد ما غسلتها كويس وقطعتها، عندي هنا حوالي نص قرن فلفل حراق او بارد طبعا على حسب ما بتحبي. عندي هنا 3 فصوص توم مفرومين.
هقلب بقى الخلطه القمر دي كلها مع بعضها، وهظبط الملح بتاعها طبعا، والملح حسب الرغبه. تمام، هنا قلبتها وتمام. هديها بقى شويه زيت حلوين، حوالي كده ايه 3 4 معالق زيت، علشان الرز يطلع معايا مفلفل كده جوه العصبان، وما يكونش ناشف كده ومهري في بعضه. شويه الزيت دول بيفرقوا، حتى برضو في خلطه المحشي بعمل كده، بحط حوالي 3 4 معالق زيت بيفلفلوا الرز كده ويطلعوه معايا جميل، تبقى الحبايه بحبايتها كده. كده الخلطه معايا بقت جاهزه، والتسبيكه وكل حاجه والدنيا كلها على بعضها، والعصبان خلاص هنغسله من الليمون بقى ونصفيه، عشان احنا طبعا كنا نقعينه مع بعض على جنبه بالليمون. وانا قصيته بالحجم اللي انتي بتفضليه. انا بقصه كده طويل شويه، عشان طبعا عبال ما بينزل في الميه بيكش شويه حلوين يعني، فهيبقى الحجم بتاعه مظبوط. طيب، انا بجيب حته العصبان وبفتح زي ما حضراتكم شايفين كده، بفتح الجنبين ومعايا الصبع التاني ببتدي ان انا ازق بيه الرز وادخله فيه جوه كده، زي ما انتم شايفين كده. اتمنى يكون واضح، عشان في ناس مش بتعرف خالص تحشي العصبان غير بالقمع. انا عمري في حياتي الصراحه ما حشيته بالقمع، انا طول عمري بحشيه كده، حتى لو اصغر من كده بحشيه كده. بصي، بتجيبي الجنبين كده مع بعض وبتدخلي بالصبع التاني. طيب، من الحاجات اللي بتفرقع بقى معاكي العصبان، هي ان انت بتملي العصبانيه رز كتير جدا. ده المستوى الكويس جدا والمناسب ان انت تحشي بيه العصبان، اللي انت تحشيها كده وتبقى مبططه معاكي، مش مليانه وكبيره، لان هي بمجرد ما بتخش الميه وبتكش، هي الجلده نفسها بتاعه العصبان بتكش، وكمان الرز بينفش، فعشان كده الرز بيفرقع معاكي. انا العدد اللهم بارك اللي بحطه هو نفس اللي بطلعه، علشان انا ما بملهاش رز كتير زي ما انتم شايفين كده. وانا جربت معاكم واحده كمان اهي، بمسك الطرفين بصوابع الاتنين، وبالصوبع التالت خالص انا بدخل بيه الرز كده زي ما انتم شايفين، وابتدي ازق الكميه لحد تحت، لحد لما الاقيه الحاجه ايوه، لحد ما الرز كده يتبطط معايا لتحت ويتملى لحد الاخر. بس كده تمام. وده السمك بتاعه، ده كده اهو، ده السمك بتاعه اللي بيبقى المظبوط، اللي استحاله يخلي معاكي العصبان يفرقع ابدا. تمام، انا كده خلاص خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين. يا ريت تركزوا على السمك بتاعه، علشان دوت اللي بيخلي العصبان يفشل معاكي ويفرقع. عندي هنا حله بقى، يعني حاولي خلي الحله كبيره شويه، عشان العصبان بيحب ياخد راحته كده في الحله خالص. لو الحله ضيقه برضو من الحاجات كمان اللي بتخليه يفرقع. وفي حاجه كمان من الحاجات اللي بيخليه يفرقع، وهي ان انا ما افضلش اقلب فيه باستمرار. يعني انا اقلب فيه باستمرار، مش هفضل سايباه على النار واقول بيغلي منين ما استوي هبص عليه وخلاص، لا. افضل، لان مجرد ما بيلزق في قعر الحله من تحت، ده بيخليه ان هو يلزق معايا فيفرقع. انا خلاص حطيت الكميه كلها، ونزلت عندي بملح وفلفل اسمر ورق لوري، بس كده ده اللي انا عايزاه. ولا احتاج بصل ولا اي حاجه خالص في الشوربه. تمام. وافضل بصوا اول ما بينزل في الميه، ونحاول المكان اللي بنحط فيه العصبان اللي انزلها بعدها احطها جنبها مش عليها، بحيث ادي مساحه ليها ان هي تمسك، يعني ان هي تقفل معايا، وانها تنفش براحتها ما تكبش بره. طيب، ازاي نعرف ان العصبان استوى؟ حاجه كده بعد حوالي ساعه الا ربع، طبعا مع التقليب المستمر زي ما قلت، كل 10 دقايق كل ربع ساعه بخش اقلب. بطلع حبه رز كده من جوه شويه، مش اللي على الحرف، لان اللي على الحرف ده بيكون استوى. من جوه شويه بطلع حبه رز استوى معايا. تمام كده، كده العصبان هيستوي بصور الرز بالظبط. استوى معايا تمام، ما استواش اسيبه شويه تاني وافضل برضو اقلب فيه. انا هنا ده اخد معايا ساعه بالظبط، وكان مستوي معايا الرز والعصبان كمان مستوي. هبتدي ان انا اصفيه معايا كده بالصفايه، وانزل اي رز فيه علشان لما اجي احمره ما يخليش الزيت يطرطش. تمام، هنا انا طلعت الكميه كده كلها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هبتدي ان انا بقى احط عليها ملح وفلفل اسمر، وبعد كده ابتدي احمرها. لو حابه تعملي كميه وحابه ان انت تبيتيها مثلا في التلاجة لتاني يوم، الافضل ان انت تشيليها وهي مش متحمره، يعني تسلقيه كده وبعد كده تطلعيه قبلها بساعه ولا ساعتين. لو عايزه تعملي تاني لتاني يوم، يعني لو بقى كميه معاكي، او حابه تعملي كميه تكفي معاكي يومين، هتسيبيه على رف التلاجة وتغطيه كويس جدا بغطا محكم او كيسه او ستريتش راب، وبعد كده بتطلعيه قبلها بساعه وبتقليه بتحمريه، بيبقى معاكي زي الفل وكأنك عاملاه لسه طازه. بس بلاش تشيليه وهو متحمر. تمام، هبتدي بقى ان انا احمره كده معايا
بصوا اللون، بصوا اللون وجماله. طبعا انا بحمر الكميه انا كده واحده واحده عشان ما اطولش عليكم لحد لما خلصت الكميه وبقى معانا احلى عزبان. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد، واستنظروا مني وصفات تانية علشان خاطر عيد الاضحى، وانتظرينه في فيديو جديد وبألف هنا.